من بعد الفيديو دوت ما اشوفش واحدة تاني تقف على سوبر ماركت تشتريها. بجد هزعل جدا منها، وبايدي دي هغزها. لازم تعمليه في البيت، وتكلفته بسيطة جدا، وهنعمل منه كمية كبيرة. والواحدة طبعا في السوبر ماركت ب30 جنيه، علشان فيها شوية فاكهة مسكرة، وطبعا شوية زغنطتين قد كده في قلب العلبة. هنعملها احنا كده بقى بطريقة بسيطة. معانا كيلو من اللبن غليناه مسبقا وسبناه يبرد لغاية لما عمل وش قشطة. هننزل كده عليه ب3 معالق كبار من الدقيق، وهنقلبهم كويس جدا. وهنا هوت معلقتين من النشا، وبرضه هنقلبهم كويس جدا. وبعد ما قلبناهم كده ودوبناهم مع بعض، هننزل هنا بقى بمعلقة من كريمة البسترة. اللي ما عندهاش كريمة بسترة تقدر تنزل بمعلقة كريم جانتيه. مكون بقى السحر بتاعنا اللي احنا خلاص ما بقيناش نستغنى عنه خالص في اي حاجة فيها لبن، هو قصنص الحليب. شايفين نازل تقيل جدا ازاي؟ هي نقطة واحدة بس اللي احنا هنستعملها منه، بتوديلك اي حاجة فيها لبن في حتة تانية خالص. في حلة بقى كده هوت على النار، هننزل بكوبايتين كبار من السكر. بالطريقة دي كده هوت، اول كوباية هنوزعها كده هوت علشان خاطر هي طبعا اللي هتاخد معانا الحرارة على طول. ودي كده هو تاني كوباية. وهنزل كده هو ب3 معالق من المية عليهم من فوق. هسيبهم ومش هاجي جنبهم خالص لغاية لما الاقي الجوانب بتاعتي ابتدت تغير كده لون معايا، وابتدت انها تديني بقبقة. هبتدي بقى ان انا هقلب فيه لغاية لما اللون بتاعي يتغير ويبقى لون التوفي ده. هنا بقى عندنا هنا هوت، لو انت حابة تعملي صوص التوفي، هتنزلي بسنة كده هوت من قصنص الحليب، وهتبتدي تحطيه في قلب القوالب عندك، وهيبقى معاكي توفي يجنن. هننزل هنا بقى بمكعب زبدة، وهنبتدي نقلب. عندنا مية سخنة مغلية بتغلي، هننزل عليها كده بكوباية كبيرة. طيب ايه الفرق ما بين المية السخنة والفرق ما بين المية اللي احنا نحطها عادي؟ الكلكعة. لما بنحط كده المية، بتحس ان الكراميل بتاعي كلكع كده في بعضه، وبيقعد وقت كبير جدا على بال ما بيفك. اول بقى ما يفك معانا كده هشيله كده من على النار، وهروح احطه كده ايه نص كوباية كده على جنب. تمام، هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. وهنرجع تاني الخليط على النار، وهنبتدي ان احنا ننزل بقى بالخليط اللي احنا عملناه، اللي هو كيلو اللبن، 3 معالق من الدقيق، معلقتين من النشا، معلقة من كريمة البسترة او الكريم جانتيه. وهننزل كده عليهم كمان بمكعب من الزبدة. وهنشيل بقى كده الزبدة خالص، خلاص كده مش محتاجينها تاني. ايديكي ما تتشالش منه خالص الا لما يتقل معاكي ويبقى يعمل بابلز بالطريقة دي. كده هنرفعه خلاص كده من على النار. كده كل المكونات بتاعتي استوت. بعد حوالي ربع ساعة هنبتدي بقى نقلب فيه لغاية لما اطلع السخونية منه، علشان خاطر انا عايزة يعني ايه بعمله ايه كتسريع كده عملية تبريد. انا هنا جبت ب20 جنيه فاكهة مسكرة وقسمتهم بالنص. اخدت نص كده حطيته في قلب الخليط بتاعي، والنص التاني هشيله لأي حاجة تاني. طبعا كريم الكراميل، اللي هو صوص الكراميل، اللي هو دانت الكراميل اللي احنا بنجيبه من بره. لما بيكون فيه فاكهة مسكرة بتبقى العلبة الصغيرة منه ب30 جنيه. لما بيكون سادة بيبقى السعر قليل شوية. احنا عملنا كمية كبيرة جدا، يا دوبك هي كلها ب20 جنيه. صبيناه زي ما انتم ما شايفين كده وسيبناه برد خالص. انا كان عندي شوية سوداني، حطيتهم كده على الوش عشان اشوف الوش بتاعي ينفع احط عليه صوص الكراميل اللي احنا شلناه قبل كده ولا لا. عملت شوية بصوص الكراميل وسبت الباقي من غير صوص كراميل. الطعم بتاعه يا بنات بجد كان خرافة. حطيه بقى كده في التلاجة هنا بعد ما حطيناه في التلاجة حوالي نص ساعة. أحلى كريم كراميل هتاكليه، أحلى صوص كراميل هتاكليه، أحلى دانت كراميل هتاكليه بالفاكهة المسكرة. في الكافيهات بتبقى غالية جدا جدا جدا. اللي وصل بقى معايا لغاية ان هو ما عمليش متابعة، فضلا منك تعملي لي متابعة، وتعملي لي لايك حلو وكومنت حلو كده منك. ومن الفيديو للفيديو الجاي، انا هسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.